ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو النهارده سريع جدا علشان المفروض ان بيبقى في حاجات ان هي ما تتصورش، بس انا علشان ابين لكم الريفيو بتاعي لازم اصورها بس على السريع كده. شايفين الصورة دي؟ الصورة دي منظم للبراهات والبنتيهات. بصوا، هي التقسيمة بتاعتها بتيجي 3 قطع. القطعة دي بتبقى للبراهات، بيكون فيها 6 براهات ومعاها 2 صغيرين للبنتيهات. واحدة بيكون فيها 11 والتانية بيكون فيها 6 تقريبا أو 7. دي حافظت لي على الأماكن اللي أنا بشيل فيها الهدوم بتاعتي الداخلية. كانت بتبقى مكركبة كتير جدا في الدرج، بس دي نظمتهم لي وبقى سهل عليا إني أطلع الحاجة اللي أنا عايزاها من غير ما أدور عليها كتير فوق بعض. دي في منها 3 ألوان، اللون الروز والأسود والبيج، بس أنا اخترت اللون الأسود. يلا بينا بقى أوريكم اللي أنا اخترتها وأوريكم وزعت الحاجة إزاي فيها. بصوا سامحوني، مش هعرف أصورها لكم يعني من فوق. المفروض ان انا ما اصورش الفيديو ده اساسا، بس علشان الريفيو يكون مظبوط. هما 2 من دول اهم. تمام، دي الاحجام بتاعتهم. سامحوني بس انا ما قدرتش اني اصور لكم كل حاجة بالتفصيل. الحاجة بتاعتي ظاهرة جدا في الفيديو وما يصحش يعني ان انا اصورها. بس انا حالا هنزل لكم دلوقتي فيديو لطريقة رص الحاجة فيها، وازاي بتحطيها في الدرج بتاعك او في الدولاب بتاعك، وازاي بتوفر لك مساحة. عايزة اقول لكم كمان ان انتوا ممكن تحطوا فيها شرابات او تيشرتات مكان البراهات، او جرافطات حسب يعني ما انت عايزة تنظمي. بتقدري تحطي فيها اي حاجة، بس هي اللي ناسبتني فيها البراهات والبنتيهات. وعايزة اقول لكم كمان ان هي ممكن تتغسل في الحوض عادي بكل سهولة على ايدك، مش محتاجة غسالة او اي حاجة. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو الريفيو عجبكم يا ريت تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم مني كل جديد اول باول. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.